ايه مدافع هناك طرفانية كلها. بعد التسديدة من الغيني إبراهيم ضاعت المحاولة بمخالفة أو أتى بمخالفة لفريق نادي الميناء، فيما مخالفة أخرى يشير إليها حكم المباراة. إذن مخالفة جديدة من السيد هلغارد مولا محمد، واضح أمامكم موجود في قيادة الفريق وكرة في العمق. سبق وأن قاد الفريق في مباراة الطلبة وفاز بهدفين مقابل هدف. محاولة عند عابد سليم حماد في الخلف. عابد سليم هنا أمامك حيدر أحمد زورائي الأربيلي الحدودي السابق، مثل هذه الأندية. طرب على المدرج وهناك عزف موسيقي في المدرجات في انتظار أن يتحول العزف على المستطيل الأخضر. جماهير حقيقة صعبة جدا، جماهير زاخو، ملعب مرعب، لذلك أن تعود بنتيجة جيدة من هذا الملعب أمر يحسب لك ولفريقك. وهذه كرة تلعب إلى الأمام، ديبوتي في محاولة لكن ممتاز التدخل وقطع الكرة من جانب رضا ماجي، عودة المغربي وكرة إلى عابد سليم في هذه اللحظات. 3 محترفين يشاركون في بداية هذه المباراة بالنسبة لفريق الميناء، رضا ماجي
وكيسيندا وإبراهيم في كرة تلعب في الخلف وتعود عند علي كاظم، يقف على الكرة علي. مهند عبد الرحيم يضغط وإليو آدم في كرة تلعب لمسة وتخط جميلة. يوسف يتدخل ويتقدم إلى الأمام، يمرر كرة في الوسط، نقلة ومحاولة. أندري شيكيش في كرة عند الألباني يحاولون فيها. ديبوتي ممتاز بكعب القدم، ولكن قراءة رائعة من جانب حيدر أو أحمد محمود في الكرة الأخيرة. الآن كرة عند مرتضى علي، محاولات وكرات متواصلة، نقل الكرة والضغط في مناطق الضغط، وبالتالي الفريق الذي إلى الآن يواصل في عملية الضغط هو الفريق الأحمر، والفريق الأزرق والأبيض يحاول شيئا فشيئا الدخول في المباراة. محاولة وكرة عباس ياس تلعب إلى الأمام، نقل الكرة والمحاولة في الخلف مرة أخرى لصالح فريق نادي زاخو. في الوسط يوسف رائد يبحث عن زميل دائما وأبدا. يوسف في نقلة وفي كرة، تعود كرة في الخلف عند شافان جميل، لاعب مهم في الفريق، بدأ مع عودة زاخو إلى دوري نجوم العراق، يقدم مستويات طيبة دائما وأبدا شافان جميل. كرة في الخلف عند علي كاظم يحاول فيها حارس المرمى، ينتظر زميل، محاولات وكرات في الوسط. الألباني أندري شيكيش، تعود الكرة عند شبر علي الوافد حديثا من غزال البادية. شبر كان واجه فريقه سابق في الجولة الماضية، والآن كرة إلى خارج أرضية الملعب بعد التدخل من جانب لاعب الميناء. كرة في الخلف، المحاولة في انتظار أن تمرر، نقلة وكرة لصالح زاخو، محاولة استدراج لاعبي الميناء. لا زالت الكرة والديبوتي الذي يحاول في نقل الكرات. أمجد عطوان الهداف التاريخي للنادي، عند 24 هدف في 3 مواسم في بطولة الدوري مع فريق زاخو، وهو يعتبر الهداف التاريخي لفرسان الشمال. بينما كرة تقطع ممتازة، كيسندا يمرر، رضا ناجي يلعب كرة إلى الخبير مهند عبد الرحيم، هداف الدوري. هذا هداف الدوري مع فريقين مع غريمين، يمرر كرة ومحاولة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، هذا ديبوتي. الواضح أمامكم هنا السيد وسام رزق، 44 سنة، للمدرب القطري، مواليد 5 فبراير عام 81، ويقود الفريق منذ بداية الموسم وحتى الآن ثاني محطة تدريبية في بلادنا الحبيبة. محاولة تصل في الوسط، عملية التقدم بالخبرة. مهند عبد الرحيم يتقدم ويحاول وينتظر التمريرة في العمق. مرتضى علي يعود في الخلف، حيدر أحمد، حيدر قريب يحاول، يرى إبراهيم الغيني في كرة. عباس ياس موجود على الطرف، عباس تصل إليه الكرة من جانب فيصل جاسم، اليوم كمحور دفاعي في قلب الدفاع يلعب فيصل، بينما محمد قاسم يمرر كرة والمحاولة تصل إلى حارس المرمى علي كاظم. وصلت المحاولة عند علي كاظم في نقلة وكرة وصلت عند الحارس. آخر من سجل لفريق الميناء هو محمد قاسم نصيف في مباراة الشرطة، في مباراة 1-1 هنالك في ملعب الميناء في مدينة البصرة. واليوم في انتظار قدم جديدة تضع الكرة في المرمى. من يكون من يسجل بعد محمد قاسم، أو محمد قاسم يعود للتسجيل على آخر من سجل؟ أمجد عطوان، 4 أهداف، ثاني هداف في الفريق هذا الموسم بعد النيجيري ديبوتي في كرة على الطرف. شبر علي، خاطئة من شبر وإلى خارج أرضية الملعب. مباراة تلعب على تعادل سلبي حتى اللحظة. هذا ديبوتي، موسم ثاني لأوغونا في الجهة اليمنى، دائما ما يتواجد هذا المهاجم النيجيري
إضافة أسو رستم ليلعب كمهاجم صندوق مع الفريق. هنا رمية جانبية، عباس ياس على التنفيذ. عباس عنده هدف في مرمى أربيل وهدف في مرمى الكهرباء، هدفين لعباس ياس مع السفانة. عملية نقل الكرات في الوسط، كيسندا يلعب كرة باتجاه عباس ياس، لكن سوء فهم ما بين رضا ماجي وعباس ياس ولا أحد يصل إلى الكرة. هنا المحاولة، هذا كيسندا لاعب الوسط من الكونغو الديمقراطية، يقضي موسم الثاني في دوري نجوم العراق مع الفريق البصري، مع الفريق الجنوبي الميناء. سفانة فريق العريق الذي من المنتظر أن يعود، من المنتظر أن يسجل حضوره. واضح أمامك رضا ماجي من الجهة الأخرى، هذا شبر علي. تعادل سلبي في مواجهتين أيها الأحبة حتى الآن. هنا رمية جانبية، ديبوتي بالراس، يلعبون كرة أسامة رشيد في الوسط، أمجد عطوان يحاولون دائما وأبدا لاعبي فريق نادي الميناء. كرة خاطئة ومحاولة وتدخل، وحكم المباراة يقول مخالفة ضربة حرة مباشرة. هل تمت إعاقة المهاجم الألباني في الكرة الماضية؟ أعيق أندري في التدخل الأخير. لاحظ تدخل واضح، وكان من المفترض على حكم المباراة أن يخرج الورقة الصفراء في هذا التدخل. تدخل قوي من مرتضى علي، وبالتالي حكم المباراة اكتفى بمخالفة على ما أعتقد، أم أعطى إنذار لمرتضى علي. إلى الآن أحمد كاظم ماشي في لا بطاقات ويشير إلى ضربة حرة مباشرة. عبد سليم في لقطة وكرة، ضربة حرة مباشرة في هذه اللحظات أيها الأحبة. محاولة لزاخو وعسو رستم في مراقبة، في انتظار كرة تلعب بعرض الملعب. أم ماذا؟ أندري يتقدم يسدد، الله 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 الله، كرة في غاية الروعة والجمال، لكن كيف غيرت مسارها، كيف غيرت طريقها في آخر لحظة. هنا مرت مرور الكرام، لا والله مرت ومعها خطورة كبيرة على مرمى عبد سليم. هذه كرة قوية، رايحة للجول، هذه رايحة للمرمى، وكأنه كان يبحث عنها في وقت وضع حارس المرمى بوضع المتفرج. لاحظ الكرة كيف ابتعدت عن المرمى، وهنا الألباني سدد كرة وصلت إلى خارج أرضية الملعب، وذهبت في آخر لحظة إلى ضربة مرمى عند عبد سليم، وفي المكان السليم. ذهبت المحاولة لكن النهاية لم تكن في المكان السليم. كرة إلى ديبوتي في هذه اللحظات، لاعب مهاري، تحركاته كثيرة. هذا اللاعب يعيد الكرة إلى إليو ما بين النيجيريين، ما بين النسرين. هنا كرة تلعب في الخلف، شافان جميل يعيد كرة مرة أخرى إلى شافان يوسف في التمريرة. البرازيلي جوزيف، إعادة كرة إلى علي كاظم في هذه اللحظات. علي كاظم، كرة تمرر ومحاولة تنقل لصالح أبناء الخابور. هنا التدخل والمخالفة على أمجد أو لأمجد عطوان على حيدر أحمد في اللقطة. تدخل هذا الرجل على أمجد عطوان، كان يطالب حكم المباراة بمخالفة لأن هناك هذه في مخالفة لصالح حيدر أحمد قبل أن يكون فيها مخالفة لأمجد عطوان. لاحظ المرفق من أمجد عطوان، وهذه حتى فيها انذار لو ذهبت المخالفة باتجاه اللاعب حيدر أحمد. محاولة إلى الآن عند ديبوتي في الخلف. جوزيف مع شافان جميل، مطالبة بعودة يوسف. يوسف يحاول، محاولة وكرات متناقلة الآن لزاخو، ممتازة ثنائية. عملية التقدم، أمجد على الطرف، أندري يتقدم وكأنه في يوم انفجاره، في يوم يقدم مباراة في قمة مستواه. المعوض المنتظر لناصر محمدو اليمني الذي رحل باتجاه الدوري الكويتي على ما أعتقد. هذه الكرة إلى خارج أرضية الملعب، محاولة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. هذا يوسف،
هنا الرمية الجانبية. نعم ناصر محمد غادر باتجاه كاظم الكويتي، قدم مستويات مميزة، ذكرياته جميلة مع هذا الفريق. شافان ونقلة في الخلف جوزيف. أسامة رشيد. محاولات وكرات. شبر علي يلعب الكرة الأمامية، مخالفة، ضربة حرة مباشرة تعطى في هذه اللحظات. عباس ياس هنا يأخذ مخالفة بعد التدخل الأخير الذي كان من أندري في الكرة الأخيرة. الألباني تدخل في كرة، وبالتالي حكم المباراة مباشرة ذهب باتجاه مخالفة لصالح عباس ياس في هذه اللحظات. فيصل جاسم القيدوم والخبير يلعب كرة في الأمام، ولكن تدخل جديد، مخالفة جديدة. حكم المباراة هنا يشير إلى ضربة حرة مباشرة على البرازيلي جوزيف. في التدخل الأخير كان هنالك نقل للكرة إلى الأمام من جانب فيصل جاسم حتى تدخل المدافع البرازيلي على لاعب نادي الميناء، اعتقد على محمد قاسم كان التدخل، ومباشرة قاضي المباراة الدكتور أحمد كاظم كان قريب وأشار إلى ضربة حرة مباشرة. لاحظ الدفع كان واضح، واستغلال لعملية الدفع، خير استغلال من جانب محمد قاسم نصيف. كيسندا في كرة توصل كيسندا ونصيف في الأمام. محمد قاسم هل يكون صاحب فرحة الهدف الأول للميناء بل للبصرة بأكملها ولعشاق الفريق البصري للسفانة في هذه اللحظات؟ تويسيلا كيسندا يقف على كرة، على تنفيذ محاولة ضربة حرة مباشرة واصلة. كاد أن يكون هذا الرجل هو صاحب البصمة الأولى، لكن الواضح أمامكم المتألق دائما وأبدا هنا جدار الرد، جدار الصد وخط الدفاع الأول عن المرمى والشباك. كرة رايحة للجول، ولكن القراءة الرائعة لعلي كاظم، الرأسية رائعة، ارتقاء رائع، وردة فعل ممتازة، وكأن نمرا ذهب باتجاه الكرة ليبعدها عن المرمى وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. أداء كبير وشخصية حارس كبيرة يظهر الآن، تشاهده أمامك الآن، ومخرج المباراة يركز على رجل المواقف الصعبة دائما وأبدا. هنا المحاولة ركنية من أجل تقدم الميناء، ولكن الكرة تمر، والكرة عند تيسلا كيسندا في نقلة على الطرف الآن. حيدر أحمد هل في انتظار كرة في منطقة الجزاء، يبحث عن مهند ومرتضى، والتدخل في مكانه في وقته من جانبي شبر علي في نقلة إلى الأمام. ديبوتي على كرة، ديبوتي على محاولة، توجيهات من السيد هيلغارد. ملا محمد دائما وأبدا يعلم بخطورة ديبوتي، لكن هنا الرأسية وتدخل من حيدر أحمد. كرة خاطئة الآن، فرصة لزاخو، فرصة لأبناء الخابور بعد قطع الكرة والتمركز. أندري ينتظر كرة من آسو ينتظر أندري، وهنا التبادل الثنائي. لا يا آسو لا يا آسو لا، هذه كرة تمرر. والمحاولة الآن عكس الاتجاه، تلعب لصالح الميناء، ولكن وصلت مباشرة عند علي كاظم. المباراة الرابعة عشر لعلي كاظم هذا الموسم، غاب في مباراتين ويواصل الظهور للمباراة الرابعة عشر مع فريقه. هنا الكرة في الوسط، إليو آدم يلعب كرة باتجاه شبر علي، شبر يحاول، ديبوتي ينتظر زميل، ينتظر وافد، ولكن يفضل العودة إلى الخلف إلى شبر علي المتموقع في مكانه، المتمركز دائما وأبدا قريب من ديبوتي، لأنه يعلم أن ديبوتي سيكون مضغوط في أكثر الأوقات. بالتالي القراءة من المدرب سليمة في توظيف شبر وعدم إعطاء حرية كاملة للتقدم إلى الأمام. هنا الكرة في الخلف، تلعب المحاولة من جانب يوسف، يبحث عن آسو، وكرة تلعب في الخلف في انتظار زميل، في انتظار واصل جديد. عباس ياس، أحمد محمود، أحمد الذي يعيد كرة في الخلف، بينما فيصل جاسم مرة أخرى تنقل كرة إلى الأمام. المحاولة وصلت عند عباس ياس، ممتاز في النقلة. رضا ماجي تصل إليه، يحاولون دائما وأبدا. أحمد محمود الياباني في كرة، ولكن مخالفة في وسط الملعب، يقول فيها حكم المباراة مخالفة
لصالح محمد قاسم بن صيف، تحركات رائعة. اللاعب الذي بدأ من الشرطة انتقل إلى القوة الجوية، قدم مستويات مميزة، ذهب في رحلة احتراف، بعدها عاد إلى القوة الجوية، واليوم يتواجد مع الميناء. محمد قاسم بن صيف أحد الأدوات التي يعتمد عليها السيد لؤي صلاح في الهجوم. علي كاظم موجود في المرمى من أجل حماية العرين، من أجل الوقوف لرد الهجمات على مرمى الفرسان. كرة عالية، التدخل حاضر لكنها لا زالت لصالح الميناء. فرصة الآن للسفانة، وهنا السقوط، وحكم المباراة يقول لا شيء. يرفض حكم المباراة هذا السقوط، ويكون هنالك ركلة مرمى حاضرة لصالح فريق نادي زاخو عند علي كاظم. لاحظ أمجد عطوان، وهذا الاشتراك ما بين كيسندا وأمجد عطوان، والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب في هذا الاشتراك. تشيكينج بينالتي في هذه اللحظات، التأكد من الحالة في غرفة الVAR، يعملون مراجعة للحالة الأخيرة التي كان في هذا الرجل الكنغولي في تقدم باتجاه المرمى واحتك مع أمجد عطوان. هل في تدخل يستوجب من حكم المباراة العودة إلى الشاشة للإقرار بوجود ركلة جزاء إلى الميناء أم لا؟ الجواب متروك للجماعة هنالك في غرفة الVAR عند عسكر وحازم فيصل. أحمد عسكر وحازم فيصل حكام الفيديو في هذه المباراة يحاولون التأكد من الحالة قبل إعطاء قرار لحكم الوسط السيد أحمد كاظم بالعودة إلى تقنية الفيديو ليرى الحالة بنفسه. إلى شاشة الVAR يقولون يا سيد أحمد كاظم تعال إلينا لتشاهد الحالة عبر الشاشة المخصصة إليك لتتأكد بنفسك هل وقع أمجد عطوان في المحظور في التدخل الأخير أم أن الحالة سليمة. ونذهب في تدخل، وأمجد عطوان بيسرى تدخل على القدم اليمنى لكيسندا. شوف يعطوه زاوية. هذا التدخل الذي كان على كيسندا، ومخرج المباراة رايح مع عطوان، رايح مع أمجد. هل ارتكب خطأ في التدخل الأخير؟ ما يوحى إلينا وما نشاهده على الشاشة أن التدخل حاضر، وأن القدم اليسرى ذهبت باتجاه القدم اليمنى للاعب تيسلا كيسندا المحترف من الكونغو الديمقراطية. وأمجد عطوان هنا يرفض هذا القرار، والدكتور أحمد كاظم عائدا باتجاه منطقة الجزاء ليشير إلى ركلة جزاء لصالح الميناء، وفي انتظار عودة جديدة، عودة وحضور جديد للميناء، وانتظار هدف التقدم. مواجهة جديدة في هذه اللحظات بعد الإقرار عن وجود ركلة جزاء من جانب حكم المباراة. شوف التدخل، غضب من جانب جماهير نادي زاخو، لكن الحالة موجودة. القرار أتى صريح من جانب حكم المباراة. إذن هدف التقدم هل يحضر في هذه اللحظات؟ هل نشاهد فرحة في الميناء؟ هل نشاهد عودة السفينة للملاحة مرة أخرى؟ هل ترسو سفينة هنا في مدينة الخابور لتعود ب3 نقاط وانتصار مبحرة باتجاه البصرة نحو فرحة جديدة؟ حكم المباراة في حوار مع أمجد عطوان الذي وقع في المحظور وهو غاضب من القرار. وقبل العودة إلى بغداد الميناء يريدون 3 نقاط من أجل مواصلة التألق وتوهج الفريق. حديث ما بين علي كاظم وحكم المباراة لتأخير محمد قاسم صيف الفتى الذي تنتظره الجماهير وينتظره احتفال كبير بعد الهدف. هل تهتف البصرة باسم الميناء من جديد؟ هل نشاهد هدف يظهر الآن من ركلة جزاء السفانة والميناء من أجل كلمة العريق؟ من صاحب الكلمة في مقدمة المباراة، في مقدمة التقدم؟ علي كاظم أم محمد قاسم؟ هنا علي يقف كالأسد وقاسم الله الله الله
في تاريخ العريق. هنالك خطة أسماء ونجوم، واليوم يبدو أن النجوم قد عادت من جديد. لاعب في الهجوم يضع كرة العودة من ركلة جزاء لتشاهد الميناء بالشكل الجديد بالوجه الجديد، ونصيف حاضر ليعطي التحية اعتقد أنها للؤي صلاح. لاحظ محمد قاسم وضع كرة على يمين علي كاظم الذي ذهب إلى اليسار، وكان متأكدا متيقنا بأن كرته في المرمى، واهتزت شباك علي كاظم هي التي اهتزت في البداية، وهدف للضيوف في مرمى أصحاب الأرض بطريقة تأتي من خلالها كرة من ركلة جزاء فرحة للمضغوط واضح عليه الضغط هيلغورد ملا محمد، لأنه يريد عودة الفريق ويريد أن يسير الفريق في السكة التي بدأ فيها في مباراة الطلبة والمواصلة. هذه كرة تلعب الآن. رضا ماجي محاولات وكرة في انتظار عودة زاخو. موريسو جوزيف إعادة الكرة في الخلف الآن. فريق زاخو يتقدم إلى الأمام في هذه اللحظات من أجل الحصول على فرصة لإعادة نتيجة المباراة إلى التعادل. هنا العودة دائما وأبدا إلى الخلف. آخر مباراة كان من المفترض أن تقام على هذا الملعب لكنها أقيمت في أربيل، المباراة التي اعتبر فيها استاد فرانسو حريري الأرض التي سيلعب عليها زاخو ومن دون حضور جماهير أمام دهوك، وانتهت بالواحد واحد. أما فعليا في هذا الملعب فآخر مباراة هي مباراة 2-2 أمام أمانة بغداد، يوم سجل ديبوتي وأمجد عطوان وطرد مهدي كامل. بعد ذلك رحلة وانتصار على الكهرباء وانتصار على نفط ميسان وتعادل مع دهوك وانتصار أخير على النجف. كرة عند علي كاظم. تقريبا المباراة بدايتها بهذا الهدف سيعطيها طابع جميل جدا يعني، مع أن المقدمة للفريق الضيف للميناء فريق صاحب تاريخ طويل، يحاولون دائما وأبدا اللاعبين الذين يرتدون القميص العريق للفريق الأزرق أن يقدموا كل ما لديهم من أجل هذا الاسم، من أجل هذا العنوان. الفريق الذي حمل الدرع لأول مرة لفريق من خارج بغداد، من خارج العاصمة. كان الحضور في ثالث نسخة للدوري أيام جليل حنون هداف الدوري في ذلك الحين، وجميل حنون المدرب الذي قادهم للمجد. في الخلف المحاولة الآن حاضرة مرة أخرى. كرة تلعب دائما وأبدا في الوسط. شافان جميل، يوسف يحاول وشافان يستلم هذه الكرة. نصف ساعة مرت والنتيجة 1-0، فيما كرة تلعب إلى الأمام في انتظار أن تتحرك وتهتز المدرجات. أحمد كاظم يشير إلى مخالفة، خطأ يشير إليه الدكتور أحمد كاظم في هذه اللحظات على حيدر أحمد. هنا ضربة حرة مباشرة في هذه اللحظات. أمجد عطوان هل يتسبب في هدف التعادل في هذه اللحظات؟ الأنظار على آسو وديبوتي، موريسو وشبر علي. هنا تقدم، هذه كرة ترسل إلى الأمام للتعديل لكن إبراهيم كان حاضرا. الغيني ممتاز تدخله وأبعد الكرة إلى خارج أرضية. إذن ركنية في هذه اللحظات. أمجد عطوان على التنفيذ، كرة على يمين عبد السليم حماد في هذه اللحظات تنقل وشبر علي ينقلها إلى المرمى ولكن إلى خارج أرضية الملعب. حاول بكعب القدم شبر علي لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا شبر علي الواضح أمامكم مدافع اليمين. لسنوات كان رمضان صديق يتألق مع الفرسان على الجهة اليمنى لكنه رحل باتجاه الصقور باتجاه القوة الجوية، واليوم القوة الجوية تصدر المشهد في هذه الجولة. أصبح في مقدمة الدوري
نادي القوة الجوية. واحدة في الأمام، كرة تلعب مرة أخرى. رضا ماجي وصافة عند القرمة. أربيل المتصدر أصبح ثالثا، شرطة في المركز الرابع، وهذه كرة تلعب والمحاولة دائما وأبدا عند حيدر أحمد. نقلة في الخلف، مرتضى علي، أحمد محمود. شرطة في المساواة مع أربيل بنفس الرصيد من النقاط، 32 نقطة لكل فريق، بينما كرة والتقدم إلى الأمام. هذه محاولة وفرصة، نقلة على الطرف الآن، كرة في الجهة اليسرى. رضا ماجي يحاول، رضا ينتظر زميل، ينتظر أن يتقدم. رضا في الأمام، لكن أندري يحصل على الكرة، أندري يحصل على المحاولة. والكرة ربما تدفع إلى خارج أرضية الملعب للاطمئنان على أحمد محمود. هنا الكرة التي كانت ما بين جوزيف وأحمد محمود. كرة في الخلف مرة أخرى، عملية نقل الكرات والمحاولات في الخلف. شبر علي، شبر يحاول عملية التقدم إلى الأمام، محاولة عند شافان جميل. أصوات الجماهير بدأت تتعالى. مباراة كرة القدم في هذا الملعب مباراة جميلة جدا، مع الحضور الجماهيري لهذا الفريق الذي أعطى نكهة خاصة لدورينا وللفريق بشكل خاص، أيضا دورينا بصورة عامة. هنا كرة في الخلف، شافان جميل يعود للتغطية بالخبرة. علي كاظم قريب، لكن سيذهب بالاتجاه اليسار، لا، يذهب إلى عمق الملعب في الوسط. أندري على كرة يحاول فيها الألباني. الكل استغرب كيف استغنى زاخو عن ناصر محمد، ونحن أيضا نضع علامة استفهام على هذا الانتقال، على هذا الاستغناء، خصوصا الفريق لديه بطولة خارجية، بطولة الأندية الخليجية، وينافس فيها الدوري. كرة تقطع الآن، فرصة للثاني، محمد قاسم. عينك على سرعة شافان، ممتاز شافان، التألق رائع من شافان جميل، بسرعة رائعة جدا فائقة، وصل وقطع الكرة من أمام محمد قاسم. هذا ديبوتي يقف على الكرة. محاولة مرة أخرى إلى الأمام، ينقلها يوسف باتجاه أندري. الألباني يمرر كرة في العمق الآن، ديبوتي، راحت كرة التعديل، لعب كرة ديبوتي وذهبت في أعلى العارضة الأفقية إلى خارج أرضية الملعب، مرت من أعلى المرمى للحارس عبد سليم محمد. لاحظ كرة رائعة وصلت إلى ديبوتي الذي كان من دون مراقبة، سدد بالمباشر، لكن كرته كانت عالية. النيجيري كان يفكر في وضع الكرة بالمباشر في مرمى عبد سليم، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب هذه الكرة، وعبد سليم مع صيحات جماهير زاخو. الجورد مولا محمد يراقب الأحداث. هنا الجمال، هنا المتعة التي تغنيك عن كل مباراة، حضور كبير وجماهير محتشدة من أجل فريقها الذي يقدم مستويات كبيرة. هنا سقوط في وسط الملعب، مرتضى علي يبدو أنه يعاني من إصابة. ماذا يحصل للاعب الوسط؟ اللاعب الذي بدأ في الدوري من الطلبة، تألق مع الأنيق، والأنظار على ديبوتي. هنا اللقطة والاستلام والكنترول من ديبوتي، لكن سلامات لمرتضى علي، سلامات لمرتضى علي في التدخل وفي المخالفة. يواصلون بهتافات رائعة وجميلة، دائما وأبدا مساندين لهذا الفريق. أجواء استثنائية في ملعب زاخو، والميناء يقدم شوط ولا أروع حتى الآن ويتقدم بهدف. اتزان كبير للفريق على المستوى الدفاعي، وكذلك عملية الضغط الهجومي موجودة.
لحظة ركلة الجزاء. ومحمد قاسم وضعها على يمين علي كاظم في تركيز عالي من المهاجم محمد قاسم، وضع الكرة في المرمى، يسجل الهدف الأول. شبر علي، كنترول رائع من شبر. إليو يحاول ينتظر زميل ينقلها في الأمام، 3 في الأمام، وصلت لإلى أندري لم يكن يتوقع الوصول وبالتالي فقد الكرة. مهند عبد الرحيم حاضر وإليو يتقدم، يصل إلى الأمام، عملية نقل الكرة ومخالفة في المكان الذي يتمناه الإلباني، والراية وتسلل. راية وتسلل. حضور في هذه اللقطات هنا سيد وسام رزق يراقب الأحداث. أحمد كاظم يرفع يده مشيرا إلى وجود التسلل. لاحظ هل في تسلل فعليا؟ حالة تترك لذوي الاختصاص. كرة تلعب إلى الأمام في محاولة وتوغل من آسو، اختراق جميل إلى ديبوتي، فرصة للتعديل. أوه، ضاعت كرة التعديل وكان من الممكن التعديل، لكن هذا الرجل ضيع كرة فيها خطورة كبيرة كانت، وكان يواجه للمرمى وسط استغراب كبير من السيد وسام رزق على ضياع الكرة الأخيرة. أين ذهبت بالكرة يا ديبوتي؟ لاحظ آسو غاص ما بين دفاعات الميناء، مر من مراقبي الدفاعات التي تمر من خلالها الكرة ووصل إلى المنطقة التي من الممكن أن يضع من خلالها ديبوتي الكرة بسهولة. أندري كرة عالية والرأسية مبعدة من إبراهيم، ممتاز إبراهيم. إليو يلعب كرة وإبراهيم على مرتين. هنا كيسندا يتقدم الآن كالسهم ينطلق، الكونغولي وصل إلى الأمام، يحاول دائما وأبدا ويلعبها بالمباشر إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى هذه الكرة. كونترا تاك رائعة كانت من هذا الرجل، من اللاعب تيسيلا كيسندا. إذن نواصل على 1-0، 5 دقائق متبقية على النهاية. كرة في الأمام، تلعب محاولة واصلة باتجاه دفاعات الميناء. عباس ياس يتدخل وشبر علي، كنترول رائع برازيلي حاضر في اللقطة من جانب شبر، وهذه محاولة تنقل أمجد عطوان، ولكن عبد سليم. قراءة رائعة وتايمينج ممتاز من حارس المرمى، التوقيت السليم لحارس المرمى وتركيز على هذا المركز مع انتداب للمدرب السيد عدي طالب نجم الكرة المينائية السابق. هنا التسلل كان موجود أندري، وكرة فيها آسو أراد مخالفة لكن الراية رفعت، وكان غاضب السيد وسام رزق على التدخل الأخير. لو كان على الخط كان من الممكن الذهاب باتجاه ركلة الجزاء. مصيف في كرة لكن حكم المباراة تطلب من محمد قاسم العودة إلى الخلف قليلا. هذا أسامة رشيد، لم نشاهد في خطورة أسامة في هذه المباراة حتى الآن. عباس ياس على التنفيذ، نقلة من أندري في كرة وصلت إلى مهند عبد الرحيم. مهند يمر يحاول ورد ماجي قريب على الكرة، لكن إليو
يمر بشكل ممتاز. محاولة ما بين النيجيري والنيجيري، ولكن وصلت إلى ديبوتي يبحث عن آسو. إعادة الكرة في الخلف، عملية تنفيذ عند أندري النصر الألباني. كرة في الخلف، إعادة الكرة مرة أخرى. دائما وأبدا موجود أسامة رشيد للتأمين بعد تقدم شافان إليو. اللحظات الأخيرة من هذا الشوط في وقته الأصلي هل نشاهد فيه حضور لفريق زاخو ليسجل الهدف الأول في المباراة. شبر علي، شبر في محاولة، عباس ياس، وشبر يحاول الحصول على ركنية أو رمية جانبية، يحصل على رمية جانبية شبر علي. هذا عباس ياس كان في التغطية على الكرة الأخيرة. سريع المحاولة أندري، وحكم المباراة يقول لا شيء. مهند عبد الرحيم، الكونترا اتاك الآن. كيسنا في الأولى لم يفلح، في الثانية الآن يتقدم أكثر، يحاول من تسبب بركلة الجزاء. حرية كبيرة لهذا اللاعب، وهذه كرة عالية لجول ثاني. الأبيض يرفض والقائم يرفض، وماذا يقول حكم المباراة؟ هي جول، هي جول، هي جول، هي جول. يعلن عن الهدف، والثاني للعريق، الثاني لفريق التاريخ. يضعون كرة هدف ثاني، وأي كرة وأي انفجار يظهر الآن. هل القائم رفض الكرة ولم تدخل؟ ماذا يا أحمد كاظم؟ ماذا جرى؟ ماذا حصل؟ يتأكدون من جهة ويفرحون من جهة أخرى، وهدف للعريق. انفجار للميناء في هذا اليوم وهذه المباراة. وفي السجي مخرج المباراة يؤكد أن الهدف حضر، وأن الحكم شاهدته وأشار إلى الوسط ليعلن عن الهدف. محمد قاسم نصيف، هل كرته تجاوزت الخط؟ ننتظر الإعادة. لاحظ هنا عملية الوصول، هل في مخالفة؟ هل أقر بالهدف أم ذهب إلى الVAR؟ هنا التقدم وهنا الوصول. اعتراضات كانت على مخالفة من جانب لاعبي الميناء. شاهد هذه الكرة الرأسية التي وصلت، كرة في المرمى، كرة في المرمى دخلت، وعلي كاظم أبعد كرة بعد أن دخلت. لاحظ تجاوزت بكامل المحيط برمتها، هذه الكرة المدورة تجاوزت خط المرمى، وبالتالي هنا محمد قاسم يصادق على الثنائية. وهنا الكرة التي أبعدت. علي كاظم ذاهبا نحو الاحتفال بالتصدي، لكن حكم المباراة أشار بالهدف. ماذا يا قاسم؟ ماذا ينصيف؟ إذن الذي يحاول كتابة اسمه من جديد في سجلات هذا الفريق. لاحظ هنا الإعادة، وهذه الكرة اللي اصطدمت بالقائم أم دخلت؟ نعم، كرة دخلت إلى المرمى من زاوية تشاهد الكرة في الجول. الكرة دخلت، وبالتالي هنا السيد أحمد كاظم اعتراض على ماذا؟ يطلب من الجميع العودة، وهنا في انتظار قرار من الدكتور أحمد كاظم. يحاول التأكد. بطاقة صفراء على أحمد إبراهيم. هنا أوس إبراهيم أيضا قريب ليشاهد مساعد المدرب السيد لؤي صلاح. محمد ناصر نومي، والكرة في الجول. لا، مخالفة في هذه اللحظة، مخالفة لصالح نادي زاخو، والهدف يلغى في هذه اللحظات. هدف يلغى وضربة حرة مباشرة. الحكم غريب، أمره كان قريب من الحالة ولم يشير إلى مخالفة، لكنه في الVAR شاهد. لاحظ الأقرب إلى المخالفة كان، وأشار إلى أراد إطلاق الصافرة من ثم قال لا شيء. لاحظ هنا مهند عبد الرحيم تدخل على أندري، ومخالفة ضربة حرة مباشرة الآن. أمجد عطوان على التنفيذ. الهداف التاريخي لزاخو يبحث عن هدف ال25 في الدوري. هنا كرة، وهذه كرة عالية في منطقة الجزاء. شبر إلى الخارج هذه الكرة، ومصيرها في الأوت، والكرة مرت من أمام المرمى وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. شبر لعب الكرة براسه، حاول. لاحظون الكرة العالية، وصل شبر ولعب الكرة، لكن اعتلت العارضة وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ هل في تسلل على شبر علي في موقف سليم شبر علي، والكرة ذاهبة إلى الخارج. كان من الممكن أن نشاهد هدف التعديل
هنا عبد سليم، كرة في الأمام، عملية نقل الكرة على الطرف الآن. محمد قاسم، 3 دقائق يعطيها حكم المباراة أحمد محمود، وكرة تلعب إلى الأمام. رضا ماجي يتقدم، رضا يحاول الوقوف على كرته لكن التدخل وقطع الكرة حاضر، بينما كرة تصطد بن صيف بمحمد قاسم الذي يبحث دائما وأبدا عن الفراغات. هنا المحاولة ومخالفة ضربة حرة مباشرة. رضا ماجي واضح في اللقطة، شوط سلبي في موقعة الزوراء والنفط، وإلى الآن 1-0 نتيجة هذه المباراة من ركلة جزاء سجلها محمد قاسم بن صيف. ماذا يقول حكم المباراة بعد كل هذا؟ إذن أيها الأحبة، السيد أحمد كاظم يطلق الصافرة معلنا عن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتقدم فريق المينا على زاخو بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب محمد قاسم بن صيف من ركلة جزاء. استراحة قصيرة ونعود إليكم إن شاء الله قبل لحظات من انطلاق شوط المباراة الثاني. فيها النيجيري والمتابعة لهذه الكرة، يناظر المرمى كوكو، الله الله، كوكو النيجيري فيديلس كوكو يسجل أول أهداف المباراة. الغراف وجمال الغراف، الناصرية وجمال الناصرية، اي والله اي والله. الغراف يتقدم بأول أهداف المباراة. حلوة 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 حلوة، مع أنه الكرة رايح إلى حارس المرمى وسام علي، ولكنها كانت بعيدة عن المتناول، كانت قوية وكانت زاحفة على يسار حارس المرمى. فيديلس كوكو النيجيري 8 أهداف الأسمراني. ضربة رأسية من جبار، مدافع فابريس وحارس المرمى، وهدف التعادل. جول! هدف التعادل لأسود العاصمة، هدف التعادل لأسود العاصمة بخطأ كبير، خطأ كبير في اللقطة الماضية. يتعادل فيها أمانة بغداد، يتعادل فيها أمانة بغداد، وبالتالي مراد بيك بابا جنوف يسجل ويدرك التعادل ويعود بالفريق إلى نقطة البداية تحت أنظار الجماهير. هدف مقابل هدف، هدف لأسود العاصمة. هكذا كانت الصورة وهكذا كانت اللقطة. هذه الكرة بدأت من مراد بيك، بعد ذلك جبار كريم، هنا العودة الخاطئة من سالمون، وبالتالي اعتماد من فابريس على حارس المرمى، وحارس المرمى اللي تقدم وبعد ذلك تراجع، ولكن المدافع فابريس هو اللي كان ينتظر خروج حارس المرمى، ولم يبعد الكرة الماضية لتستغل بأجمل استغلال ليودع الكرة داخل الشباك. الأوزبكي اللاعب الأخطر اللي في المباراة من جانب أمانة بغداد يدرك التعادل، وفرحة المدرب والكادر التدريبي يريد العودة للعاصمة بنقاط المباراة وبنقاط الله الله. أسود العاصمة
أسود العاصمة بهدف ثاني باختيار قاسموف بكرة قوية، وفرحة أحمد خلف وفرحة وسام طالب واللاعبين. الجميع يفرح بهذا التقدم بهدف ثاني. هنا بهذه الكرة تحتسب ركلة الجزاء، وهنا التنفيذ بقوة على يمين حارس المرمى مع المحاولة التي كانت لحارس المرمى، ولكنها كانت قوية من قاسموف باختيار إلى هدفين. هل يسجل فيديلس كوكو؟ الله الله، الغراف، جمال الغراف وروعة الغراف وعودة الغراف بكبرياء الغراف بحضوره بجماله. الله 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 على الغراف. كوكو في وسط المرمى ليسجل ثاني أهدافه من خلال هذه المباراة. هو عندما يظهر يسجل على هدفين، سجل هدفين في مرمى النفط وسجل هدفين في مرمى النجف. بترقب باختيار الزاوية فيديلس النيجيري لهدف ثالث. الغراف يفعلها أو لا؟ الغراف وجول ثالث. هاتريك وفرحة الأنصار. الله 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 على المباراة، الله على الغراف وما يفعل الغراف وجمال الغراف وأمور الغراف وانتصار الغراف وكل ما يفعل الغراف من خلال هذا الموسم ومن خلال هذا اللقاء. الله 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 على كرة ثلاثية من ثالث ركلة جزاء. فيديلس كوكو النيجيري يسجل. تقطع الكرة، بعد ذلك ترسل للأمام. المدافع أقرب للكرة ديوري، تقطع الكرة ولا تزال الخطورة. جول لأربيل، هدف لأربيل عن طريق الهداف تيميروف، يسجل أول أهداف في المباراة. ومن خلال هذا اللقاء، من خلال هذه المباراة وهذا اللقاء، يسجل أول أهداف هذه المباراة شيرزود تيميروف الأوزبكي. هنا الكرة الماضية، وبعد ذلك كانت مطالبة بخطأ من مصطفى رميض بالمرة الأولى. هنا كرة كريستوفر جون، الكرة العرضية والرأسية إلى داخل الشباك ليتقدم أربيل بأول أهداف هذه المباراة. أول أهداف هذا اللقاء، هدف مقابل لا شيء الآن، هدف عن طريق تيميروف يصل للهدف الثاني عشر من خلال هذا الموسم. اي نعم، مصطفى رميض، كرة أمامية ليونس، استلام جميل، الكرة للتعادل. الله الله الله، الكناري بعودة بضغط كبير بعد هذا الضغط المتواصل بالنسبة لفريق الكرخ، يصل لهدف التعادل عن طريق حسين زياد بكرة استلمها صح. يونس حمود هو اللي استلمها صح، وترويض كان أكثر من رائع للكرة الماضية. سدد الكرة، اصطدت بالدفاع، ومن ثم المتابعة كانت حاضرة. شوف هذا الاستلام الجميل، الاستلام الرائع بالنسبة
ليونس حمود اللي فتح الطريق ومهد الطريق بالنسبة للقادم من الخلف حسين زياد ليدرك التعادل ويضع الكرة في المرمى. تكون المباراة الآن فيها نقطة لكل فريق. المباراة حبايب الآن، المباراة عادت. وسام رزق مدرب نادي زاخو، وبالنسبة للنجاح جول أول للغزلان. لنبدأ بداية جديدة وننسى ما مضى ونصنع تاريخ جديد وحكاية جميلة. هنا غزلان البادية والهدف الأول بالدقيقة الأولى. الله 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 على هدف يا رضا يا رضا يا رضا. رضا فاضل يسجل هدف ولا أروع. باكورد يا ساتر يا ساتر. هنا الهدية للمدرب الجديد قحطان شتير بأول لقاء يقوده. الله 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 الله. علي كاظم يشاهد ورضا فاضل حطها بالجول. علي كاظم يشاهد ورضا فاضل يسجل أول أهداف اللقاء بباكورد ولا أروع. مباغتة للتو نتكلم عن تشكيلة الفريقين، ما أعطانا مجال. كرة لا زالت من اليمين، هذه انطلاقة، عملية سحب الكرة لا زالت، واليسارية السريعة الآن. الله هنا أبناء الخابور. أسامة رشيد من الشمال إلى الجنوب. تكلم أبناء الخابور ويسجلون هدف التعادل بمرمى الغزلان بالدقيقة 43. يسجل زاخو هدف التعديل بعد البطاقة الحمراء الذي تعرض لها فريق النجف، وبعدها بثواني قليلة يسجل هنا زاخو. تمريرة بدأت من الألماني أندري، على اليمين كانت مرور ولا أروع، ووقف عليها اللاعب شبر علي. تمريرة سريعة، استلم، يتوغل، صوب، سجل هدف ولا أروع ولا أروع ولا أروع باللقطة الماضية. ننتظر الآن، نشاهد الآن، ننتظر الآن أبناء الخابور يشعلون هذه المنافسة. وأي شوط أول فيه هدفين، بداية للغزلان ونهاية لأبناء الخابور. لمصلحة اللاعب آليو آدم يمرر. تمريرة لا زالت الآن. زاخو داخل منطقة الجزاء، خطيرة الكرة. جول ثاني لأسو رستوم يسجل الثاني لزاخو بالدقيقة 48. أبناء الخابور بكرة مباغتة يسجل من خلالها زاخو ثاني أهدافه بهذا اللقاء. بداية مبكرة بالشوط الثاني لأبناء الخابور، ووسام رزق الآن يتنفس الصعداء. الله 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 الله. أبناء الخابور يقلب الطاولة على غزلان البادية. البطاقة الحمراء ماذا صنعت يا رضا فاضل؟ البطاقة الحمراء ماذا قدمت؟ وكرة أبعدت، وآسو رستم القادم من نوروز يسجل ثاني أهداف زاخو بشباك النجف. الدقيقة 48 يسجل زاخو بهذه اللحظات. وأي بداية للشوط الثاني، وأي بداية لأبناء الخابور. البواس تمرير. أتيبة خطيرة. الله. أتيبة جول للشرطة. عجيبة. هذا لسان حال أتيبة. سجل الشرطة القيثارة بهدف. حلوة سورية لكاميروني. لاحظ أتيبة الكاميروني بهدف رائع، يصل إلى هدف السابع بدورينا.
كريستيان أتيبا الكاميروني. سجل الشرطة عن طريق أتيبا. البواس انطلق ثاني للقيثارة العقيد الله. البواس نظرة من حسن أحمد، وبالتالي هو ما محتاج للهدايا. مدافع نفط ميسان، وبالتالي البواس العقيد بهدف جديد. لاحظ الانطلاقة، انطلق البواس ثاني للشرطة، للعقيد، للبواس، وشكلين ما بحكي. البواس بهذا الهدف ثاني للشرطة، هدف 70. الهدف 70 للبواس كأفضل خامس أفضل هدافين الشرطة، مع أربيل والقوى الجوية والقرمة. كرة وجول. هدف لفرسان المملكة نفط ميسان بهدف عن طريق طبعا البديل لرضا محمد حاتم. هدف أول. لاحظ الله. حلوة من رضا محمد بشباك الشرطة. ومحاولة، هل نرى من خلالها الهدف الأول، هدف الانتصار؟ هل يأتي من هذه الكرة عالية من ماكنزي، الرأسية من طرقات الله. شوط المباراة الثاني هنا في زاخو في ملعب مدينة الخابور، وأحداث هذا الشوط تنطلق بصافرة الحكم الدكتور السيد أحمد كاظم، معلنة عن بداية شوط المباراة الثاني والحصة الثانية. 1-0. تركنا الشوط الأول بهدف محمد قاسم نصيف من ركلة جزاء، والآن عملية البحث عن هدف التعديل، وكرة التعديل ذهب بها عبد سليم إلى خارج أرضية الملعب بعد أن تدخل هذه اللقطة وهذه الكرة التي سددها هذا الرجل لتذهب المحاولة إلى خارج أرضية الملعب. عبد سليم حماد يدخلون عليه مبكرا باحثين عن التعديل ورد كرة التعديل، بينما الواضح أمامكم أمجد عطوان يقف على كرة من أجل أن يرسلها في منطقة الجزاء. أمجد عطوان والكرة العالية شبر، ولكن المدافع الأول عن الشباك في الدفاع والمهاجم الأول في الهجوم مهند عبد الرحيم، ورأسية وكرة مرة أخرى إلى عبد سليم، وصلت إلى هذا الرجل، إلى حارس المرمى الذي يحافظ على شباك نظيفة إلى الآن. يواصل الحفاظ على شباك عبد سليم حتى اللحظة. لاحظ الرأسية التي وصلت من جوزيف إلى أحضان عبد سليم، كان ينتظرها، كرة ضعيفة وصلت إلى عبد سليم الذي كان يتموقع في مكان سليم، بينما كرة إلى الآن وصلت إلى ديبوتي وعبد سليم هنا، وحكم المباراة يوقف المباراة للتأكد من وزن الكرة. هل الكرة في وزن أقل من الوزن القانوني أم أكثر من ذلك؟ لاحظ عبد سليم مسك الكرة وبعد ذلك فقد الكرة عبد سليم، لذلك حكم المباراة الآن يستبدل الكرة. عبد سليم يعمل اسقاط حكم المباراة لمسك الكرة من جديد. الأسماء نفس الأسماء في الجانبين ما بين الفريقين، وكرة تلعب الآن من عبد سليم، تنقل عالية في الوسط، محاولة وكرة مهند عبد الرحيم، ديبوتي، نقل الكرات، المحاولة لا زالت، فرصة في هذه اللحظات لكن تدخل حاضر، وهنا نقل الكرة في الخلف، جوزيف موريسيو،
محاولة في الخلف، إذا بنفس الأسماء: سيد وسام رزق، علي كاظم في المرمى، وشبر علي مع شافان جميل، جوزيف موريسيو، يوسف الآلوسي في خط الدفاع، أسامة وإليو وأمجد عطوان، بينما المقدمة لديبوتي، أندريس شيكيتش، وكذلك أسو رستم. في الجانب المقابل عبد السليم حماد، فيصل جاسم، إبراهيم كواناتي، وحيدر أحمد، عباس ياس، مرتضى علي، رونسون كيساندا، أحمد محمود، ومحمد قاسم نصيب صاحب الأهداف، مهند عبد الرحيم، ورضا ماجي. هذه هي الأسماء التي تواصل في هذه المباراة حتى الآن. إليو، ضغط موجود، تمركز رائع جدا من لاعبي الميناء. فريق الذي يبحث عن انتصار في مباراة اليوم يواصل، وكرة تنقل. إبراهيم يفضل عبد سليم، ضغط حاضر على عبد سليم، لكن يشتت عبد سليم الكرة إلى المدى البعيد. إبعاد للكرة حاضر من إبراهيم، الغيني دفع كرة إلى الأمام، وصلت في الوسط، رأسية استقبال بس صدر من مهند عبد الرحيم، شبر علي، ديبوتي حاضر، هنا ديبوتي يلعب كرة في الأمام، واصل الكرة، سقوط، وحكم المباراة ماذا يقول؟ إلى الآن يقول لا شيء. هل في عودة؟ هل في ركلة جزاء لآسو؟ هنا كنترول رائع من محمد قاسم، يلعب الكرة إلى من؟ يقف عليها، ينتظر زميل مهند عبد الرحيم، كان قريبا، وهي كرة تلعب باتجاه رضا ماجي، رضا بالمهارة يأخذ كرة من أمام شبر، لف ودار، حاول المرور، لكن شبر يقطع الطريق، ومخالفة لشبر علي، مخالفة لشبر علي. ودكتور أحمد كاظم هل يذهب في حديث على الكرة الأخيرة؟ هنا لا زالت اللقطة على شبر علي، ولا زال الانتظار لحكم المباراة على أن يأتينا بجواب جديد. هذه لقطة شبر مع رضا ماجي، بينما جماهير دهوك ترفع، أو زاخو عفوا، ترفع من صيحاتها ومن أصواتها وتقرع طبولها الآن لتطالب حكم المباراة بالذهاب إلى تقنية الفيديو، لكن يقول لنواصل اللعب. كرة في الجهة اليسرى، حاضر عند يوسف، من الجهة اليسرى حيدر أحمد يضغط على اليمين، وفرصة تذهب الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، تدخل حاضر من جانب أمجد عطوان. التدخل الذي كان حاضر هنا، الحالة التي لم يقل فيها شيء حكم المباراة. كرة تلعب وتصل إلى حارس المرمى عبد سليم، تدخل من الدفاعات لكرة تلعب من جانب ديبوتي، آسو على كرة، آسو يحاول مع زاخو في حضور جديد بعد الحضور مع الشرطة وإربيل ونوروس. الآن كرة تلعب، وصلت إلى كيسندا، لا زالوا يحاولون. مهند عبد الرحيم يتقدم كابتن الفريق، يأخذ كرة في هذا المكان، عملية تناقل كرات، هنا خروج ممتاز بالكرة، لكن إلى أين وبماذا تفكر وكيف أرسلت كرة بهذه الطريقة؟ سؤال أطرحه على الممرر الأخير أحمد محمود. يطلب العودة السيد هولجورد مولا محمد، في الوسط إليو آدم يحاول مرة أخرى مع ديبوتي،
نقلة وكرة رأسية حاضرة بكعب القدم. ممتاز أسو الرستم في كرة يلعبها ممتازة إلى أمجد عطوان. أمجد عطوان يتقدم، يحاول أمجد يرسل كرة باتجاه منطقة الجزاء ولكن تذهب إلى خارج أرضية الملعب هذه الكرة. ركنية عند أمجد عطوان، رحلة البحث عن هدف التعديل، هل يتم فيها الوصول في هذه اللحظات إلى التعديل؟ كابتن الفريق أمجد عطوان هل يكون صاحب كرة تصل إلى أحد الرؤوس الحمراء في هذا اليوم لنشاهد كرة في الشباك؟ أمجد، كرة عالية واصلة في منطقة الجزاء، وصلت على الطرف من إليو آدم بعد التدخل إلى أمجد، لكن ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. هذه اللقطة وهذه الكرة رمية جانبية. حيدر أحمد على تنفيذ رمية جانبية في الوسط، الرأسية حاضرة، استلام ممتاز هذا الاستلام، لكن هنا مرة أخرى مهند عبد الرحيم. الألباني أندري شيكيش في كرة تلعب، تعود مرة أخرى في الخلف، تذهب إلى خارج أرضية الملعب. أحمد محمود يحاول وكرة تلعب إلى خارج أرضية الملعب، يتداركها في آخر لحظة جوزيف موريسيو. زاخو على غير عادته، فريق لم يقدم شيء في المباراة حتى اللحظة، وحديث موجود ما بين السيد وسام رزق ومساعده في اللقطة الأخيرة. كان كرة في الخلف الآن تلعب في هذه اللحظات على الطرف، يحاولون دائما وأبدا. شافان جميل تنقل كرات رائع في الخلف ما بين لاعبي زاخو. من الطرف مرة أخرى وصلت المحاولة وإلى خارج أرضية الملعب هذه الكرة. تنفيذ من جانب عبد سليم حماد. عبد سليم على كرة، كرة في الخلف مرة أخرى. لا زالت المحاولات حاضرة. نقلات وكرات في الطرف مرة أخرى. عملية تقدم إلى شبر علي، شبر يحاول إبراهيم وعباس ياس، لكن حكم المباراة يقول ضربة مرمى.
ضربة مرمى عند عابد سليم. البدر في ليلة تمامه من أعلى مدينة الخابور، هنا في هذا الجمال الذي يعطي جمال آخر للمدينة. ينقله إليكم مخرج المباراة، وينقله إليكم مخرج المباراة. كرة رأسية في الوسط، باكورد من أحمد محمود. مهند عبد الرحيم في الانتظار، أو محمد قاسم، وإلى أحضان علي كاظم. إلى أحضان علي كاظم هذا الرجل الذي يواصل كتابة التاريخ مع هذا الفريق الأحمر، مع فرسان الشمال. علي كاظم مرة أخرى، إليو يتقدم، وكرة على الطرف إلى أسامة رشيد. أسامة يحاول تمريرة حاضرة من جانب أسامة إلى شبر بعرض الملعب، ترسل كرة، ولكن فيصل جاسم في آخر لحظة. فيصل جاسم في آخر لحظة. هنا أمجد عطوان، ولقطة في هيلجورد ملا محمد أيضا. كرة عالية في منطقة الجزاء، رأسية وسقوط، مطالبات بركلة جزاء، لكن مخالف. حكم المباراة يعطي مبدأ إتاحة الفرصة كيسندا، وعملية إعادة الكرة في الخلف. حاضر إليو في هذه اللقطة. مرة أخرى كرة في الجهة اليمنى، آسو يحاول فيها، معنا ساعة من اللعب وانتظار لهدف. كرة ومحاولة تنقل عالية بعد أن وصلت إلى عبد سليم، إلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرة حديث من السيد أحمد كاظم في هذه اللحظات. هل في ركلة جزاء بعد التدخل الأخير؟ تشيكينج بنالتي في هذه اللحظات. هنا آسو، هذه اللقطة، وآسو نقل الكرة. أمجد عطوان وعبد سليم. الحدث شيء في اللقطة، هنا المسك، وعلى ماذا التأكيد؟ لم يعطينا مخرج المباراة أي شيء. هل تدخل على آسو قبل أن يسدد الكرة؟ العسكر يستدعي أحمد كاظم لركلة الجزاء التي تعيدنا إلى 1-1 إن أتت وحدثت. لربما إلى الآن أحمد ينتظر جواب. الآتي إلى الشاشة ليشاهد الحالة يا عسكر. عسكر لا زال يتأكد ويريد أن يعطي قرار نهائي لأحمد كاظم، أما يأتي أو لا يأتي. نعم سيأتي إلى تقنية الفيديو. يذهب إلى تقنية الفيديو، استدعاء لحكم المباراة للمرة الثانية الآن. تعال يا أحمد، تعال وشاهد بأم عينيك الذي جرى وحصل في اللقطة الأخيرة. لاحظ هنا هذه اللقطة بعد الركنية. هل في ركلة جزاء؟ حيدر أحمد تدخل في لقطة على يوسف رائد عبد الكريم وإسقاط. وهنا لقطة ثانية، لقطة على يوسف وعلى حيدر، ولقطة أخرى فيها تدخل آخر من إبراهيم عاقما في اللقطة. هنا يعطون زاوية لحكم المباراة مثالية للحالتين، واحدة على جوزيف وأخرى على يوسف.
وبالتالي من الذي وقع في المحظور في الحالتين؟ حالة بعد حالة. وإلى ماذا سيذهب حكم المباراة؟ إلى ماذا سيذهب حكم المباراة إذا؟ إذا ماذا سيذهب الحكم؟ إذن إبراهيم هل هو الذي وقع في المحظور؟ يأخذ مخرج المباراة لقطة على إبراهيم. لاحظ حيدر ويوسف رائد يريد التأكد حكم المباراة قبل اتخاذ القرار. لا زال الأمر هنا. ماذا يقول أحمد كاظم؟ ذاهب إلى إشارة بركلة جزاء. نعم، ركلة جزاء يشير إليها حكم المباراة على أن عرقلة واضحة. هنالك مسك، يقول حكم المباراة في هذه اللقطة. هنالك مسك يقول في حكم المباراة. إذن الإعاقة حاضرة واضحة من إبراهيم إكواناتي الغيني يرتكب مخالفة، ومن خلالها حكم المباراة يقول هنالك ركلة جزاء. لا، اللي راح في مخالفة على جوزيف وأحمد محمود. هنا لحظة التعبير عن الفرح مع وصول البدلاء، مع إجراء التغييرات. ماذا هناك؟ أمجد عطوان الهداف التاريخي للفريق يحاول الآن تسجيل هدف 25 مع النادي. يحاول أمجد عطوان من خلال هذه الكرة، يتقدم فيها الألباني. هنا كرة أندريه، جول الأول لأبناء الخابور. هنا الهدف الأوروبي، وهنا قراءة اللحظة قبل الجميع. لقطة سجل فيها الواضح أمامكم، أندريه الألباني يحاول يسجل الكوشليعي. نجم الألبان يضع كرة وعبد سليم يتصدى لتكون في المرمى في الجول. هنا تحظ الكرة من نجم النسور الواضح أمامكم. هنا الألباني يضعها في الشباك، هدف وركلة جزاء أوروبية تعيد المباراة إلى نقطة البداية وتعيد النبض إلى المدرجات. وهنا التحدي من رجل التحدي الواضح أمامكم السيد وسام رزق. المشاهد العجيبة، المشاهد الأوروبية والتغييرات الحاضرة الآن. 1-1 في هذه اللحظة، 1-1 حتى الآن. هنا أندريه في لقطة سجل فيها شيكيش الألباني هدف التعديل. لحظات فيها احتجاجات وحديث، ولحظات فيها فرح في المدرجات حاضرة في هذه المباراة. 1-1 حتى الآن. أحمد كاظم أشار بركلتي جزاء حتى الآن. كل فريق دخلت شباك كرة. هنا المباراة متوقفة، تغييرات حاضرة والمفرقعات في المدرجات. نعم، لاعبين يغادرون في هذه اللحظات. سيد أحمد كاظم يبدو أنه أوقف المباراة. ما يجري في المدرجات أجبر حكم المباراة على إيقاف المباراة. إذن أندريه شيكيش بعد الهدف يغادر في هذه اللحظات. والبديل أندريه حميد علي يشترك الآن. ديمبلي الميناء،
27 الذي بدأ من الميناء في الفئات العمرية، لديه هدف رائع وجميل في مرمى الكرخ في موسم العودة 23-24. بيلي فياي بديلا مع محمد عبد المطلب بوجبا. هنا المشاهد الجميلة، كليش لوفلو، أحمد محمود. إذن أحمد محمود يغادر، بيلي فياي الوافد من النجف نيجيري، كليش لوفلو الغابوني، ومحمد عبد المطلب الأردني. هذا الثلاثي الذي يدخل الآن. أسامة رشيد وشبر علي يغادران، وحميد علي وماتيوس لوكاس يشتركان في هذه اللحظات. ديملي والبرازيلي ماتيوس لوكاس. تغييرين في آن واحد للسيد وسام رزق. وفي الجانب المقابل شاهدنا كليش لوفلو الغابوني في موسمه الثاني، وشاهدنا بيلي فياي نيجيري الوافد من النجف ايضا يشترك. هل دفع بمحمد عبد المطلب ايضا ام لا؟ والان لاعبين فقط. مهند عبد الرحيم كرار غادر ارضية الملعب، والبديل الثاني الذي غادر من الميناء هو احمد محمود. كرة تلعب ومحاولة لزاخو في الوسط. إليو أندري صاحب هدف التعديل يتركها رضا ماجي لعباس ياس، لكن عدم تفاهم في الكرة الأخيرة. كرة في الأمام تنقل وتلعب رأسية من حيدر أحمد في الوسط. 29 حاضر دائما وابدا توصل لكيسندا، نقل كرة في الجهة المقابلة، محاولة وعملية التقدم الآن، فيها تقدم وفيها وصول وفيها أيضا عرقلة ومخالفة يعطيها حكم المباراة على حميد علي. هذا حميد علي دفع رضا ماجي في اللقطة الأخيرة. تدخل واضح في إعادة من أكثر من لقطة. أول هدف للألباني وربما لألباني في تاريخ الدوري يأتي الآن. الكونغولي توصل لكيسندا في هذه اللحظات. الجماهير بدأت تهتف، وهنا الكرة العرضية رأسية من أمجد عطوان. إعادة الكرة في الخلف فيصل جاسم. تدخل من حميد علي والكرة تترك إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. هذا رضا ماجي يطالب بمخالفة. زوراء من دون أهداف متعادلا مع النفط حتى الآن. هنا كرة بالخطأ، فرصة بيلي فياي في موقف متسلل. هنا كرة تلعب مرة أخرى تسلا كيسندا يحاول ويسدد كرة إلى خارج أرضية الملعب مع الإعلام بوجود التسلل. الإعلام بوجود التسلل، راية المساعد دولي كرر عباس مباشرة أشار بوجود التسلل. نعم بيلي فياي كان في موقف متسلل. هذه كرة ومحاولة في الأمام، تنقل مرة أخرى. عملية نقل الكرة من ماتيوس لوكاس في الوسط على الطرف بيلي فياي.
إليو حاضرا أمامكم، وبيلي فياي نيجيري. ممكن الدفع بمحمد صولا في هذه المباراة الذي كان ينتظرون منه الكثير. صولا كرة تلعب وتدخل مخالفة على يوسف رائد عبد الكريم، سريعة إلى تسلا كيسندا، نقل الكرات مرة أخرى في الخلف من الميناء باتجاه الخطوط الأمامية. تدخل حاضر، قطع الكرة، البحث دائما وأبدا عن بيلي فياي الذي يحاول إرسال كرة باتجاه رضا ماجي. تدخل من ديبوتي، هذا رضا ماجي للهدف الثاني الآن، للانتصار في هذه اللحظات لقلب الموازين، ولكن الكرة تمر المحاولة ونقل الكرة في هذه اللحظات. ديبوتي مخالفة، ضربة حرة مباشرة على إبراهيم ليأخذ نصيبه ويأخذ انذار في هذه اللحظات. هتافات مستمرة، حاول الخروج بشباك نظيفة للمباراة السادسة علي كاظم، لكن لم يفلح. وهذه كرة تلعب بعرض الملعب، رأسية، محاولة التسجيل إليو وراية وتسلل. راية وتسلل في اللقطة الأخيرة، كرر عباس برافو، تسلل حاضر. وهنا عبد سليم يحاول عبد سليم، كرة ونقلة فيها وصول وحضور. وهنا الكرة التي تلعب الأمام لصالح زاخو، أندري قطع من أمام ديبوتي. تدخل، مباراة كبيرة قدمها الميناء ومحاولات تستمر. في الخلف نقل الكرة، أمجد عطوان، جوزيف وعملية التقدم. ماتيوس لوكاس البرازيلي بنقلة على طرف إلى يوسف رائد. محاولات مستمرة لأبناء الخابور. أندري يلعب الكرة، الشيكيش إلى خارج أرضية الملعب. آسو رستم يبحث عن تسجيل في مباراة ثانية على التوالي. هنا رمية جانبية اختارها حكم المباراة لمن حيدر أحمد. كما قلت لكم الميناء يقدم مباراة كبيرة في زاخو. في الأمام استلام بالصدر وكرة إلى خارج الملعب، لا زالت في أرضية الملعب، تلعب باتجاه محمد قاسم. تدخل الحاضر، قطع الكرة عند بيلي فياي إلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرة هنا
محمود خليل بديلا في هذه اللحظات. ورقة يدفع بها سيد هيلجورد ملا محمد بديلا لمحمد قاسم نصيف. هنا ركلة الجزاء وهدف التقدم الذي وضعه نصيف في مرمى علي كاظم للميناء. بيليفياي رمية جانبية وكرة رأسية تلعب في هذه اللحظات. التدخل حاضر. عباس ياس يبحث عن زميل. هنا في الوسط إليو أندري على تمريرة حاضرة في الجانب. يوسف آسو من الطرف. حميد علي في كرة عرضية لحميد وتدخل وسقوط لآسو رستم في هذه اللحظات. سلامات لعبد سليم. سلامات لعبد سليم. الأعيق آسو في اللقطة الأخيرة. سلامات لعبد سليم بعد التدخل الأخير. في سحب على آسو. هنا الحوار الأخير. حيدر أحمد لاحظ سقوط آسو وسقوط عبد سليم في لقطة واحدة. سلامات لعبد سليم. يأخذون الأنفاس بعد هذا السقوط. آسو رستم الحديث حاضر. وتغيير الآن اللي بمحمد صولة يشترك في هذه اللحظات بديلا لأمجد عطوان. محمد صولة بديل يدفع به الآن أحد الانتدابات في الانتقالات الشتوية. محمد صالح صولة 26 سنة لهذا الليبي، لاعب دولي قادم من القادسية الكويتي، مثل العربي في الكويت أيضا، الرفاع والمحرق في البحرين، أهلي طرابلس في ليبيا. كانت الانطلاقة لصولة من هذا الفريق ولعب للصفاقس التونسي أيضا. يشترك بديلا في هذه المباراة. اشترك بديلا أيضا في مباراة النجف. وعبد سليم يدفع بكرة إلى الأمام. ديبوتي في هذا المكان. ماتياس لوكاس يتقدم. آسو. كل هذه الأوراق الهجومية التي تدفع الآن من أجل عيون الانتصار، من أجل عيون الفوز. آسو إعادة كرة في الخلف. جوزيف موريسيو في كرة ومحاولة تلعب من الجهة اليمنى. محمد صولة البديل الليبي لاعب مهاري يتقدم الآن. صولة يواصل التقدم ولكن قطع الطريق مرتضى علي في آخر لقطة ليأخذ مخالفة. لاعب ذكي جدا مرتضى علي، أخذ مخالفة. راية المساعد حاضرة. هنا التدخل الحاضر. هنا الوقت في شاشة الملعب. كرة في الأمام.
مخالفة وتدخل على بيلي في حكم المباراة، ماذا يعطي فيها؟ ضربة حرة مباشرة لمينا، وعباس ياس بعينين بصريتين الآن يلعب كرة في الأمام. ديبوتي وتدخل ومخالفة على ديبوتي أو لديبوتي. أندري شيكيش مخالفة على الألباني. كرة في الأمام، نقلة في الوسط، محاولة عند بيليف، إياي إعادة الكرة في الخلف. تغيير اتجاه اللعب، إليو يتقدم، نيجيري يخترق، صولا ينتظر، كرة على الطرف إلى حميد علي، حميد علي يلعبها عالية، واصلة في منطقة الجزاء، رأسية ماثيوس إلى خارج أرضية. كانت رأسية حاضرة من ماثيوس لوكاس. 4 في الخط الأمامي، دفعة واحدة، والنتيجة إلى الآن متعادلة. إعادة شيكيش مع إليو والكل في الهجوم. قرار من السيد وسام رزق. لاحظ هنا الرأسية من ماثيوس لوكاس إلى خارج أرضية الملعب. كرة في الأمام ترسل من عبد سليم في وسط الملعب، وصلت برأسية إلى كليش، اللوفلو على كرة، وهذا كيسندا كان لوفلو موجود. 4 الأفارقة في فريق الميناء، 5 في أرضية الملعب. رضا ماجي، بيليف، إياي، وإبراهيم كواناتي، وكذلك كيسندا، واللوفلو. محمد صولة يعمل صولة في منطقة الجزاء، هنا كرة، يعمل صولة في منطقة الجزاء محمد صولة، ولكن قطعت المحاولة في الأخير. مخالفة للميناء كما يقول حكم المباراة البرازيلي جوزيف، يتحدث مع المساعد، أمر الذي لا يرضى عليه لاعبي الفريق الأحمر. إذن محمد غالب، مسلم موسى بدلاء في هذه اللحظات. رضا ماجي يغادر اتجاه إلى الجانب الدفاعي. في مغادرة لعباس ياس، البديل مسلم موسى، وكذلك رضا ماجي، والبديل محمد غالب. مسلم موسى يأخذ إشارة القيادة في هذه اللحظات. كرة المخالفة على آسو بعد التدخل على محمود خليل، وليس على رضا ماجي. كرة تلعب طويلة، الجماهير تريد الانتصار. بيليف يتقدم في هذه اللحظات، يواصل بيليف، ولكن الطريق مغلق أمام بيليف. رمية جانبية للميناء، في تدخل بقوة من جوزيف موريسيو البرازيلي. دي أوليفيرا، لا زال الحديث حاضر، بطاقة صفراء في هذه اللحظات. جوزيف موريسيو يأخذ إنذار.
في تدخل على بيلي فياي بعد تشتيت الكرة. لاحظ هذا التدخل. هذه ورقة صفراء تعطى من حكم المباراة في هذه اللحظات. إذن ماذا هناك؟ هل ذهب إلى شاشة الفيديو حكم المباراة؟ نعم، فيها إمكانية ورقة حمراء بنسبة كبيرة، وهذا الأمر الذي يستدعون من خلاله حكام الفيديو حكم المباراة على إمكانية الريد كارد في هذه اللحظات. في تدخل لا حديث أبدا على أنها ورقة حمراء. يذهب إلى الورقة الحمراء. إذن نعم، ورقة حمراء في هذه اللحظات. شيكيش يطرد، يلغي الورقة الصفراء حكم المباراة. لا ورقة للبرازيلي موريسيو، الورقة الحمراء هي الحل. يطرد البرازيلي في هذه اللحظات. ورقة صفراء وطرد. هنا التدخل الواضح متهور، هذا التدخل، وقدم اللاعب ذهبت اتجاه منطقة القفص الصدري لبيلي فياي والكتف، وهذا ما أجبر حكم المباراة حقيقة على اتخاذ قرار ثاني بعد العودة لتقنية الفيديو. كرة ستلعب من كليش، اللوفلو عالية ورأسية، إبعاد من الدفاعات، وصلت، انتهى الوقت الأصلي ولا حبة في انتظار الوقت المضاف. كرة عالية في هذه اللحظات. تدخل آخر ومطالبات بإشهار الورقة الحمراء. التيسيلا كيسندا فعل فيها تدخل خطير على آسو رستم. إذن 10 دقائق وقت مضاف، وهنا لاحظ آسو حالة طبيعية على ما أعتقد. هل هذا تدخل بالمرفق؟ أندري يلعب كرة إلى الأمام، محاولة وكرة رأسية حاضرة في الوسط، نقلة منقوص العدد نادي زاخو. ديبوت يعود لأخذ الدور، إليو إلى قلب الدفاع. هنا ديبوت يلعب مباشرة إلى إليو. أندري قريب، 2 4 5 6 من زاخو في هذا المكان. حميد علي يتقدم، سلامات لبيلي فياي. هنا كرة آسو يتقدم فيها، يحاول الوصول إلى منطقة الجزاء. محمد غالب وآسو، آسو محمد غالب، نقل الكرة ولمسة يد، وحكم المباراة يقول ركنية مع السقوط للاعب في أرضية الملعب ولمسة يد في هذه اللحظات. تعادل لا يتمناه الطرفين، خصوصا بخسارة نفط ميسان. يطلب التنفيذ أندري شيكيش على كرة، وحكم المباراة يطلب المواصلة. زاخو يصل إلى النقطة 27 بعد هذا التعادل. هنا كرة تلعب على القائم القريب، إبعاد وتدخل ومحاولة ورمية جانبية. حميد علي والميناء إلى النقطة 19، نفط متعادل، وأي نتيجة غير التعادلية في صالح الميناء ليتقدم أكثر فأكثر ويطارد ديالا، بينما زاخو
عنده فرصة لأخذ المركز السادس والتقدم على الكرخ والزوراء كلا الفريقين. ماثيوس لوكاس ديبوتي: أشعر وأن المباراة فيها هدف، وشعور يراودني. الهدف لمن؟ لا نعلم ولا أعلم. وديبوتي يقف على كرة يلعبها عالية، رأسية آسو تمر على الجميع، وحيدر أحمد يواصل. هنا لمسة يد وتدخل ومخالفة. مخالفة يقول حكم المباراة. بطاقة صفراء على حميد أم ماذا؟ أندري شيكيش صاحب الهدف الألباني. سلامات لتوسيلا كيسندا. هنا تدخل ويشكو من إصابة بعد هذا التدخل. التحام بدني. هل في خطورة في التدخل؟ غاضب كيسندا، غاضب الكنغولي. هل يواصل أندري وحديث مع حكم المباراة أيضا. ركلة الجزاء كانت المفتاح والحل. محمد صولة الليبي هل يضع بصمة الأولى مع الفريق زاخو؟ سيد وسام رزق يتحدث مع مساعدة البلجيكي، طبعا الكادر التدريبي مكون من القطري وسام رزق والمساعد البلجيكي ميغيل كوبي والسيد محمد ناصر نومي المساعد الثاني. محمد ناصر نومي لاعب من الأسماء التاريخية في تاريخ نادي زاخو، مثل دوهوك أيضا بطل الدوري مع نفط الوسط، ومثل القوة الجوية والنجف. مسيرة حافلة لمحمد ناصر نومي. وهنا كاد عبد سليم أن يتصدى ويبعد الكرة، لكن شاءت الأقدار أن تكون الكرة في الشباك. ردة فعل لم تكن بمستوى قوة الكرة. كرة في الأمام. زاخو المنقوص العدد يحاول الهجوم. فيصل جاسم إلى مرتضى علي. تقدم مسلم موسى. وهنا إبراهيم محمد غالب عمل تنشيط في الخط الخلفي. سيد هيلجورد مولا محمد. وهنا كرة رأسية تصل إلى علي كاظم. هذا علي كاظم. المباراة 88 مع زاخو بالنسبة لعلي كاظم. خرج ب50 مرة في شباك نظيفة، لكن في هذه المباراة يتلقى هدف في المباراة 88. 5 مرات بكلين شيت هذا الموسم. أفضل حارس في آخر نسختين للدوري علي كاظم. هنا ديبوتي يتقدم في هذه اللحظات. سقوط لتيبوتي. حيدر أحمد نقلة إلى الأمام. هنا المحاولة وإبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. نلعب على التعادل 1-1 أيها الأحبة. كيسندا في كرة. عملية التقدم الآن، فرصة لخطف النقاط الثلاث لقتل المباراة، ومحاولة ورأسية حاضرة إلى مرتضى علي في الوسط. إعادة الكرة عند محمد غالب. غالب في كرة إلى حيدر أحمد. حيدر مرة أخرى تنقل الكرة عالية. مسلم موسى هنا
عملية التقدم محمد صولة يلعب كرة ممتازة إلى آسو. فرصة الآن محاولة لزاخو لتحقيق الانتصار نحو هدف الانتصار. هل يمكن أن يأتي الهدف في هذه اللحظات؟ لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة إلى خارج أرضية الملعب. إبراهيم كان موجود وحاضر وهذا إليو يحاول مع ديبوتي لكن كرة تمر إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية ديبوتي إلى محمد صولة. صولة يحاول. صولة مهاري يمر الآن وفرصة للتسديد ولكن كرة فيها تدخل. فيصل جاسم وصلت مرة أخرى. أندري قد يسدد الألباني يتقدم في هذه المحاولة وأسرع على الكرة لتذهب الكرة إلى خارج أرضية الملعب. لم يمرر ولم يسدد واختار التقدم إلى الأمام لكن أغلق الزاوية بالخبرة. فيصل لاحظ هنا فيصل جاسم بالخبرة أغلق الزاوية على أندري. تعادل جديد للميناء إذن أيها الأحبة بعد التعادل في مباراة الشرطة والنفط. تعادل ثالث على التوالي للسفانة. نقطة ثمينة من هذا الملعب يعود بها الفريق. ديبوتي مرة أخرى إعادة الكرة إلى علي كاظم. علي يلعبها إلى الأمام باحثا عن ماتيوس وآسو وأيضا محمد صولة. أندري على القريب يلعب الكرة ممتازة. يا سلام. أندري يلعب الكرة هي فرصة وحميد. أوه ماذا تفعل يا حميد يا علي؟ هنا تدخل وإبعاد الكرة إلى خارج أرضية. رائعة الكرة كانت في اللقطة الماضية لكنها مرت. حيدر أحمد يعيد تنفيذ الرمية الجانبية. حكم المباراة على مقربة من نهاية الوقت المضاف. هل تنتهي المباراة بالواحد واحد أم أن في حديث؟ هنا كرة ومحاولة ورأسية تلعب الآن. فرصة عند ماثيوس لوكاس. تعادل سلبي. تنتهي مباراة الزوراء والآن هذه المباراة مستمرة على تعادل إيجابي. محمود خليل عملية التقدم لكن في تدخل آخر من حميد علي. ندخل الدقيقة 100 أيها الأحبة. ولا زلنا على هذا التعادل. فريق الميناء يواصل الصمود في هذه المباراة وهنا كرة تلعب. ديبوتي فرصة وهجوم معاكس الآن. عملية التقدم. ديبوتي يتقدم. محاولة التدخل على ديبوتي وبطاقة صفراء. بطاقة صفراء حاضرة في هذه اللحظات. يطلب الهدوء السيد وسام رزق. صفراء على كليش لوفلو. صدارة للقوة الجوية مع ختام الجولة. إذن الميناء في آخر اللحظات هل يصمد على التعادل قبل الموقعة الجديدة في بغداد أمام أمانة بغداد في الجولة 17 وزاخو قبل مواجهة الزوراء هنالك في ملعب الزوراء؟ هل ينجح في تحقيق انتصار على الميناء؟ هذه كرة محمد صولة المهاري واصل يلعب الكرة عالية. فرصة التعديل الثانية الآن. هنا التدخل والاستمرارية واعتقد بأن السيد حكم المباراة سينهي الأحداث. وهنا حكم المباراة السيد أحمد كاظم أيها الأحبة ينهي أحداث هذه المباراة بتعادل إيجابي 1-1 ما بين فريقي زاخو والميناء. زاخو ب27 نقطة يصبح فيها المركز الثامن والميناء الثالث عشر ب19 نقطة. على أمل لقاء جديد وعلى أمل أن نكون وإياكم قد ننجمع في موقع جديدة من مباريات دوري نجوم العراق. أترككم في أمان الله وحفظه وحتى لقاء قريب إن شاء الله.